أوروبا القارة المتقدمة، وجهة كل مهاجر، يوتوبيا هذا العصر، ومصدرة الحضارة الغربية العظيمة والحرية والديمقراطية للدول التي لا تنعم ولا بالحرية ولا بالديمقراطية وليست فيها حضارة، ده كما يقول بعض. بتصدر حضارتها للدول النامية، الدول الهابطة، الدول المتمسكة بعاداتها المتخلفة زي ما بيقولوا. طبعا الدول اللي واحنا بنتكلم عنها دايما تحس كده يعني في ورود وفي جناين ومكان تحب تدفن فيه. عايز اقول لك ان كل اللي هم بيعملوه ده هو عباره عن بس ان هم بيخبوا تاريخهم الاسود، بيخبوا العنصريه وبيخبوا الطبقيه وبيخبوا بلاوي سودا. ان هو يصدر لك افكار زي مثلا قد ايه اوروبا جميله، قد ايه اوروبا فيها فرص، قد ايه اوروبا اقتصادها منتعش. الكلام ده كله بيصدروه لك عشان يخبوا عن حاجه انا قلتها لك، وهي التاريخ الاسود لاوروبا. وده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهارده. اوروبا اللي بتصدر لك الفكر الغربي المتحضر هي نفسها اللي صدرت لك مفاهيم حتى يومنا هذا بنحاول نعالجها، زي العنصريه، الطبقيه، العنف، التعصب الديني. لك ان تتخيل ان نسبه كبيره جدا من سكان اوروبا اصلا ملحدين، ولكن اوروبا هي اللي صدرت فكره التعصب الديني، وده هنتكلم عليه، ده كله هنتكلم عليه في حلقه النهارده. وغيرها كمان الحروب والغزوات والاستعمار، اوروبا برضه اللي صدرته. ولكن لما بتيجي تتكلم معاهم يقول لك كلمه غريبه قوي، يقول لك ايه؟ ده كانت فتره العصور الاوروبيه المظلمه، يعني الفتره دي احنا كنا في جاهل. عايز اقول لك ان حتى يومنا هذا لسه العصور الاوروبيه المظلمه اثارها موجوده جوه كل بيت في اوروبا، ما نعرفش نعالجها. الدول اللي هي بتحاول تصدر لك فكره السلام والحمام الابيض وغصن الزيتون والكلام ده، الدول دي كانت بتحارب بعضها كل سنتين. اطول مده اتسجلت بين دول اوروبا وبعضها ما كانش فيها حروب كانت سنتين في فتره من الزمن. حقبه زمنيه كانت اوروبا بتحارب بعضها على طول بشكل مستمر لسبب وبدون سبب. عايز اقول لك احنا لو قلنا بس اسامي الحروب محتاجين حلقه 30 دقيقه اسامي الحروب من غير تفاصيل. على سبيل المثال حصل حرب اسمها حرب القرن، وحرب ثانيه اسمها حرب ال100 عام، والحروب النابليونيه اللي بدات من فرنسا على ايد نابليون بونابرت. وخد لك الثاني حرب عالميه الاولى والثانيه، شويه حروب اهليه على كيفك، حروب لم تسلم منها اي دوله اوروبيه. فيش، كله كان بيحارب في بعضه، كله كان بيقتل في بعضه. الحروب هي جينات بيورثها الاوروبيين، هي زيها زي العنصريه، زيها زي الطبقيه، زيها زي حاجات كتير بيورثها الاوروبيين. لكن انت تتخيل ان دوله زي المانيا لما اتوحدت مرتين، المره الاولى كانت على ايد اوتو فون بسمارك. عشان المانيا تتوحد للمره الثانيه اضطر بسمارك انه يشوف العدو الابدي لالمانيا، واللي هو مين؟ فرنسا. بسبب فرنسا بيتوحد الالمان للمره الثانيه في حاجه اسمها الرايخ الثاني. ولكن بعد الحرب العالميه الاولى انهارت المانيا، والتوحيد الثالث لالمانيا كان على ايد الرسام النمساوي اللي قرر ان هو يجمع كل الاراضي اللي بتتحدث باللغه الالمانيه تحت رايه واحده وهي المانيا. طبعا ده كان السبب المعلن، لكن احنا عارفين السبب الثاني. الفتره دي بتسمى الرايخ الثالث، اللي كان سبب توحد الالمان فيها هو كرههم لمعاهده فرساي، وعشان يحاربوا معاهده فرساي اللي برضه كتبتها فرنسا العدو الابدي لالمانيا علشان تذل المانيا وعشان تطلعها من نتائج الحرب العالميه الاولى بدون اي حاجه تخليها تعرف تقوم جيش. ومعاهده فرساي هنتكلم عنها بعدين. هي طبعا والرسام النمساوي ده اساسي، ادولف هتلر ده اساسي في اي حاجه. يجي واحد محنك يقول لك ايه؟ طب يا عم ما ايه يعني؟ هم مش بيحبوا بعض، خلاص سيبهم يا عم يحبوا بعض، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. هو انا اقول لك ده فعلا كويس لو ما كانوش بيمدوا لبره. يعني ايه يمدوا لبره؟ يعني معلش فجاه كده جت فتره استعماريه، يعني ايه؟ يعني فرنسا قالت لك ايه؟ قالت لك مصر دي تخصني، انا هاخد مصر، واحتلت مصر. حصل الحمله الفرنسيه، بالمناسبه احنا بنقول عليها حمله ما بنقولش عليها غزوه. ليه؟ لان الحمله الفرنسيه كان تاثيرها الثقافي غير الاحتلال الانجليزي. الانجليز لما جم احنا قلنا ده احتلال وش، ما كانش زي الفرنسيين. الفرنسيين جم جابوا علماء هندرس يا جماعه ونعرفكم ونفهمكم، فكان الى حد ما احتلال ثقافي، ما كانش احتلال عسكري، على عكس انجلترا. من الناحيه الثانيه انجلترا قالت لك لما فرنسا تحتل انا مش هسكت وهعلي عليها. طبعا مين اللي قاعد شايف الكلام؟ عندك هولندا، عندك المانيا، عندك ايطاليا. قال لك يا جماعه احنا هنفضل ساكتين؟ يلا يا رجاله. وطلع معاهم بقى البرتغاليين والاسبان، عشان اوروبا بكل بساطه نقول انها احتلت العالم. دول كامله تم استعمارها زي مصر والهند، امريكا، اللي كانوا محتلين العالم كله، مسمين حته في العالم. اي شبر يا باشا هنلاقي عليه مره هنحتله، عايزين يا باشا ناخد ونودي. والاحتلال ما بيجيش يوزع حلويات، بالعكس الاحتلال بيجي بينهب الارض، بياخد الشعب عبيد علشان يشغلهم بالسخره
بدون مرتبات، يدوبك الاكل لمده ممكن توصل ل 17 ساعه، ولو القمر كامل ممكن توصل ل 20 ساعه، وحاليا اسمه شيفت، بس طبعا زمان اسمه استعباد. انا بتكلم في الموضوع ده. واللي كان بيبرر لهم فكره ان احنا ناخد العبيد دول هي نظرياتهم العلميه اللي كانوا هم بيحطوها، زي مثلا الداروينيه الاجتماعيه. الداروينيه الاجتماعيه اللي ببساطه بتقول ان العرق الابيض هم ارقى انواع البشر، هم اللي فوق، والعرق الاسود هم الادنى، في النص العرب، القوقازيين، الهنود والاسيويين، لكن السود تحت هم ادنى درجه، اللي هو صباح الفل. الاسود ده هو اقرب ما يكون للسلف البشري، يعني من الاخر ايه، الاسود ده ينفع عبد ما ينفعش انسان. زيرو ذكاء، زيرو اي كيو، زيرو تعامل مع بشر، انت بتاخده عبد وتشغله بالسخره. بالمناسبه في احد الحدائق اللي كانت موجوده في بلجيكا كانوا حاطين طفله من اطفال افريقيا، وكانوا متصورين معاهم هم بياكلوها. انت لك ان تتخيل ان دي طفله بيعملوها ازاي في اوروبا، في حديقه حيوان في بروكسل في بلجيكا. طبعا واحد يقول لك ايه، يقول لك يا جماعه ده كان زمان وخلاص الموضوع ده انتهى. يا عم اقفل الموضوع ده وخلص. اقول لك ده ما كانش زمان قوي، انت لو رجعت سنه بسيطه خالص، الحرب العالميه الثانيه، طبعا فرق الكعب بالنسبه للتاريخ الانساني، حصل فيها معركه وهي معركه العالمين، واحده من المعارك اللي حصلت. مش عايز اقول لك ان الالمان خدوا من خط الساحل لحد ما وصلوا مصر بيضربوا في الانجليز. اراضينا العربيه شهدت لايف حرب العالميه لايف، لحد ما بيتقابلوا. اخر معركه بتكون بين الانجليز والالمان هي معركه العالمين. معركه العالمين هي معركه كانت بين الجيش الالماني بقياده رومل والجيش الانجليزي بقياده الداهيه العسكريه مونتجومري. الاثنين اتقابلوا في منطقه العالمين في مصر. كانت النتيجه انتصار انجلترا. بالمناسبه الانتصار ده ما كانش مفيد جدا عسكريا لانجلترا لان هم بيدافع عن نفسه، ولكن كان مفيد جدا في البروباجندا العالميه. لما بعدها رئيس وزراء انجلترا وينستون تشرشل طلع وقال احنا كسبنا الداهيه العسكريه، اعظم مقاتل في التاريخ واعظم مش عارف ايه، بيعمل ماركتنج ممتاز. حد يقول لك دلوقتي ايه، ما خلاص يا عم الكلام ده كان زمان، ومصر خلاص حره مستقله وتحيا مصر، والدول العربيه كل دوله حره ومفيش مش عارف ايه. طبعا نحمد ربنا على كده، ولكن اللي احتلك زمان بالسلاح بيحتلك النهارده بالقوه الناعمه، الافكار بتاعته. دلوقتي احنا تم استعمارنا فكريا. يعني ايه فكريا؟ يعني بيتزرع فينا افكار لو جيت تحسبها بالعقل الافكار دي غلط. احنا مجتمع شرقي محافظ يحافظ على تقاليده وعاداته، تمام؟ هما بيزرعوا فينا حاجات غلط، زي مثلا حركه النسويه العالميه اللي هي الفيمينست. لو جيت تدور في حركه النسويه العالميه، الحركه دي مش متناسقه اصلا مع الاسلام. مش متناسقه ازاي؟ يعني احنا اصلا حاطين طريقه واساس للتعامل مع النساء ممتاز، مش محتاجين اصلا ان انت تيجي من اوروبا عشان تقول لي اعمل كذا. بس طبعا المواطن الابيض لازم يحط اساس على هذا الكوكب وتعاملوا على ايه؟ فمثلا بيقول لك ان المراه نصف حق الراجل، ان الست ليها نفس نصيب الراجل، وان الست هي نص المجتمع. بعض افكارهم صح، ولكن في بعض الافكار اللي بتقول مثلا دول مضطهدين المراه. طب ازاي يا جماعه؟ يقول لك دينهم بيضطهد المراه، هو الدين الاسلامي. تعال ندور فيه. بعض الفيمينست او بعض الاحاديث اللي كانت بتنزل على صفحات الفيمينست، انا ما اعرفش ايه اللي دخل الصفحات دي، بس هي دي كانت بتنزل. كان حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه النساء ناقصات عقل ودين، ومنزلين ومش عارف ايه وفرحانين بيه. لو كانوا فكروا وقروا التفسيرات بتاع الحديث كانوا عرفوا ان الحديث مش غلط، الحديث فعلا كده. النساء ناقصات عقل ودين. نقص العقل ليس معناه انها اقل ذكاء من الرجل، لا، هو معناه انها بتتاثر بمشاعرها. يعني مشاعر الست هي اللي بتحركها في اغلب الاوقات. ناقصات عقل ديت خلص. طب ناقصات دين، النبي صلى الله عليه وسلم وضح ديت ان المراه ياتي عليها فتره في الشهر لا تصوم ولا تصلي، فده نقص الدين. ده بالنسبه للحديث اللي هم واخدينه ياما هنا وياما هناك. وتعالى برضو بمنظور محايد نبص على بعض الرموز الاسلاميه اللي كانت سيدات، زي السيده خديجه، هي كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت صاحبه تجاره. فمعنى كده مفيش حاجه عندنا في الاسلام بتمنع عمل المراه، ولكن شروط العمل عند المراه هي ايه؟ العفه وعدم الاختلاط بس. والسيده خديجه اكبر مثال. عندنا كمان اسماء بنت ابو بكر اللي كانت بتنقل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه اللي هو ابوها في فتره هجرته. وفي مره من مرات نقل الطعام ما كانتش عارفه تحرك الطعام، فقطعت نطاقها اللي هو الخمار، وراحت بالاكل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راقت النبي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنه. ده دور المراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الوداع استوصوا بالنساء خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بالقوارير. القوارير ديت في حديثه هي انجشه رفقا بالقوارير، لما كان انجشه بيغني في نساء في الهودة، علشان يدل على حياء المرأة وان المرأة ناعمة لينة ممكن تنكسر. فده النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة كاملة اسمها النساء، بيعرف فيها البشر ازاي يتعاملوا مع الست، اساس التعامل مع الست، ويحفظ الست حقوقها وإرساها. وربنا سبحانه وتعالى في سورة النور بيأمرنا بأمر صريح بغض البصر عن النساء، بقوله تعالى في سورة النور
بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وده واحده من الحاجات اللي الغرب بيصدرها لنا، ان الدين الاسلامي بيظلم المرأة. ده واحده. عندك قضايا كتير جدا زي الشذوذ وزي موضة العارية وزي حفلات الصاخبة وغيرها 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 اللي بيصدرها لينا بحجة الحداثة وان احنا نكون ارقى واكثر طبقات اجتماعية. دي الحاجات اللي بيصدروها لنا وعايزين نقتنع بيها. بيصدروا لنا فكرة ان كل البشر متساويين. كويس، لما كل البشر متساويين ليه اللي بيحصل من إبادة جماعية موجود في أراضينا محدش بيبص عليه؟ ولكن بالرغم من كده في الحرب الروسية الأوكرانية ما كانش في أي مجال للتفاوت، وبالعكس ده كانوا بيحاربوا مع الأوكرانيين. أحد اللقاءات التلفزيونية قيل نصا احنا نتعاون مع الأوكرانيون لأنهم شعب أبيض مثلنا. يعني فين بقى يا عم، فين الناس كلها متساويه وفين الحقوق وفين مش عارف ايه؟ ما دي برضه ازدواجيه معايير وطبقيه وعنصريه من الاول اصلا. في الاخر لازم نقول ان مجتمعنا مجتمع شرقي محافظ، ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالدين واكرمه مكارم الاخلاق، وما بعثت الا لاتمم مكارم الاخلاق، ده نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في سباق الحداثه تمسك الانسان بدينه وخلقه وتمسكه بعاداته وتقاليده الصحيحه اصبح تخلف ورجعيه. مش بقول لك تمسك بالعادات وسيب الحداثه، لا عادي، انت ممكن تكون الاثنين. انا عندي عاداتي وبحفظ عاداتي، ولكن برضه بسعى للحداثه وبسعى لتطوير ذاتي. ولكن في صراعك لتطوير ذاتك اوعى تنسى الحاجات اللي بتخليك انسان، وهي مبادئك واحترامك للمجتمع اللي انت عايش فيه. ما تخليش فكره اثاره الجدل او الكسب غير المعروف او غيره وغيره وغيره او الغنى باي طريقه، وده اللي بيسموه الحلم الاوروبي او الحلم الغربي، هو حلم الثراء الفاحش السريع. حقق احلامك اللي هي عباره عن تتغني بس. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تحط لايك، تعمل اشتراك، تابعنا على الانستجرام، واستنى الحلقه الجايه. طبعا واحد بعد الحلقه ديت يقول لي يعني انت لو جالك فرصه تسافر اوروبا مش هتسافر؟ حبيبي انا لو جالي فرصه اسافر اوروبا اكيد هسافر. بتتكلم في ايه؟ همسح الفيديو ده واسافر. طبعا بهزر، بس لو جالي فرصه اوروبا فعلا هسافر. ما بهزرش، دي ما بهزرش فيها. لكن مسح الفيديو مش همسحه. امسح ايه؟ انت عبان فيه؟ ده مونتاج لوحده بياخد وقت. اتكلم في ايه يا عم؟ سلام.